السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سمية حلويات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الخبز ديال التاكوس. حنا مقبلين على رمضان إن شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية، اللهم بلغنا رمضان. كيف ما كنعرفوا جميع حنا يعني هاد الأنواع ديال المعجنات تتكون حاضرة في المائدة ديال الإفطار، كنبغيو ننوعوا كل نهار. الخبز ديال الطاكوس الطريقه ديال التحضير ديالو سهله، والمقادير الاقتصاديه موجوده في كل بيت. غنعطيكم المقادير والطريقه ديال التحضير اللي هي سهله. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو 3 الكيسان ديال الفورص، 3 كيسان عنبه ديال الفورص. كاس تيكون مع مرش، يعني تيكون بحال هكا، يعني كنكونوا مقادينه صافي. يعني وتقريبا 100 غرام بالنسبه اللي ما عندهاش الكاس العنبه، 100 غرام. 3 الكيسان ديال الفورص. وغادي نحتاجو كاس ديال السميد الدقيق الفينو باش كنعجنو المسمن. هنا انا عابره في الكاس، حيت الدقيق الفينو تيكون كيوزن على الفورس. هنا عندي 120 غرام كاس عنبه ما عامرش. بسم الله. غادي نحتاجو 2 ملاعق كبار ديال المايزينا، وغادي نحتاجو 8 حتى 10 غرام ديال الملح، كتبقى على حسب الذوق. عندي واحد القبيصه ديال الخميره، 2 الملاعق ديال زيت الزيتون، وجوج الملاعق ديال البودره ديال الحليب. عندي 300 غرام ديال الماء غيبقى على حسب الخليط. غنعطيكم شحال غادي نستعمل في الاخير، شحال هز ليا الدقيق ديالي. وعندنا واحد الملعقه صغيره ديال الخل. بسم الله. اول حاجه غادي نديرو لا فارين ديالتنا، انا غربلتها صغيره ديال الخل. غادي نديرو الحليب بودره، مايزينا، الملح، كلشي غنديرو في دقه، يعني بحال العجين ديالنا عادي. الخميره، وغنحتاجو واحد القبيصه ديال البزار الحار. وغادي نخلط بسم الله، وغنجمع العجين ديالي بالماء. العجينه ما خاصهاش تكون عندنا مرخوفه، يعني بحال الخبز ديال اللي شاركت معكم ديال البانيني. حيت هاد العجينه حنا غادي نطلقوها شويه بالمدلك. نجمع العجين ديالي وانتم معايا. صافي. ملي كنجمعوا العجينه ديالتنا وكندلكوها مزيان، شوفوا القوام اللي كنحصلوا عليه. ما كتكونش مرخوفه بزاف، ولكن شاده في راسها. انا عبرت 300 غرام ديال الماء اللي كيف ما قلت لكم. استعملت 220 غرام، يعني بقات شيطه ليا 80 غرام ديال الماء. هاهي يعني عطيتكم مقادير مضبوطه وعبرت لكم الماء. صافي. غادي نخلي العجين ديالي يرتاح تقريبا واحد 10 دقائق ربع ساعه، ونطلقوا تشوفوا الطريقه معايا كيفاش غادي نشكلوا الخبز ديال الطاكوس ان شاء الله. وهنا ملي شكلت الكريات، هنايا على فكره انا عبرتهم باش يجوني في عبار واحد تقد وحده، درت فيهم 100 غرام، كل كريه فيها 100 غرام. صافي. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نبسطوها. وهنا ان شاء الله غندوز باش نبسط العجين ديالي. خديت العجين، غادي نستعمل شويه لافارين. غنحاول نبسط العجين ديالي فوق البلون دو طرافاي. من بعد غناخد المدلك، غادي نبسطها على شكل بالطول، يعني غنشكلوها في الطول. ومن بعد عاد غادي ندورها، وغادي نشكلها في نورقها على العرض حتى كنحصل على واحد الدائره. غير هي خاصنا ضروري ما نرققوا العجين، يعني هاد الخبز ديال التاكوس خاصنا نرققو باش ما يجيناش مدقس، يجيناش الخبز غليظ. خليكم مع الصوره غادي توضح لكم. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، كنديروا المقله كتسخن. غادي ندهن المقله ديالي، ما غاديش نطيبوه بحال شكلت المسمن. غادي غير ندهن المقله ديالتي على هذا الشكل. شوفوا معايا بحال ملي كنديروا لي كريب. غادي غير ندهنوها، وغادي نحطوا الورقه ديالتنا ديال الخبز. تنحطوها في المقله، كتسناو عليها 2 ديال الثواني، غير كتبان لينا بدات كدير دوك الفوقعات.
حتى نقلبوها. النار كتكون منقوصه يعني معتدله، ما كتكونش مجهده. شفتوا مجرد انا ما درت ليا هذوك الفوقعات صافي غادي نقلبها. شوفوا معايا كيفاش كيجي، وبنفس الطريقه يعني الجهه الثانيه حتى هي جوج ديال الثواني صافي ونحيدوها ان شاء الله. شوفوا ملي كيدير هذوك الفوقعات صافي. وبنفس الطريقه غادي نطيب الثانيه. كندهن المقله ديالتي، غادي نحط الورقه ديال العجين وغادي نتسنى عليها. مجرد ما دير لينا الفوقعات غادي نقلبوها، ولكن قبل غادي ندهنها غير بشويه الزيت، ماشي غادي نكثروها، غير ندهنوها صافي. وكنتسناو عليها حتى هي نفس كيف ما قلت لكم، نفس الطريقه ديال الاولى ديال الثانيه. مجرد ما كدينا الفوقعات كنحيدوها. نصيحه نعطيها لكم، ما كطيبوش الخبز بزاف، الا طيبتوه ما غاديش يتشكل لكم الخبز ديال الطاكوس، غادي يتكسر لكم. صافي انا غادي نكمل بحال هكا ونتلاقاو ان شاء الله، وتشوفوا معايا كيفاش كيجي الخبز ديال الطاكوس. تيكون هذا هو الخبز ديال الطاكوس. من بعد ما كملت له الطياب ديالو كيجي الشكل ديالو اكثر من رائع. تي بحال الخبز اللي كيتباع في المحلات، هذا ديال الدار تيكون احسن بيان سور. مصوبينه على شغل يدينا، عارفين اشنو دايرين فيه. شوفوا معايا نصيحه اللي غنعطيكم، مجرد ما يدير لكم فوقعات تقلبوه باش ملي كتكونوا تشكلوا على شكل الطاكوس ما كيتكسرش لكم، ما خاصكمش يطيب لكم الخبز. شوفوا معايا انا غادي نشكلو كيف ما بغيت وكيبقى عندي محافظ على الشكل ديالو. يعني خبز ديال الطاكوس ناجح من اول تجربه. طريقه التحضير ديالته اللي هي سهله كيف ما شفتوا معايا. انا غادي نطيب معكم جوج ديال الطاكوس، نوجد الحشوه ديالتي لاباغي ديال البانيني وانتم معايا ان شاء الله. ان شاء الله غادي ندوزو باش نصوب معكم الطاكوس. عندي الخبز ديال الطاكوس اللي حضرت معكم، عندي شرائح ديال الدجاج، فلفله خضراء وحمراء مشويين، وعندي الفريت، عندي الفخوماج، عندي الليصوص. يعني كتستعملوا اي حشوه عندكم، انا غير باش نوريكم تشوفوا معايا كيفاش كيجي هذا الخبز ديال الطاكوس. على بركه الله تناخذ الطاكوس ديالي، غادي ندهنو بشويه لاصوص، من بعد غادي نستف فيه مورسو ديال الفرماج، غندير من فوق منه الفريت، من بعد الفلفله كيف ما كتشوفوا معايا، الدجاج، وكنعاود نزيد ندير فرماج اخر. وهنايا غادي نشكلو على شكل الطاكوس. شوفوا معايا صافي غادي نوجد لاباري ديالي، ندير الطاكوس ديالي كيطيب، وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي ان شاء الله. وتيكون هذا هو الطقوس من بعد ما كيطيب كيجي ولا اروع، كيجي لذيذ بزاف. شوفوا معايا يعني عجين ديال الطاكوس ناجح 100%، والصوره كتوضح لكم. تنقدموا لكم بالصحه والراحه. الى عجبتكم الوصفه ديالتي ديال اليوم اللي شاركت معكم الخبز ديال الطاكوس، وصلوا للفيديو عدد كثير من اللايكات، هذا فضلا منكم وليس بالامر. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. وانا تنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. خليكم في امان الله، بسلام عليكم، الى اللقاء.